تراثنا في جانب مهم، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. عن واحد من أشهر علماء المسلمين هو ابن البناء. اتولد في مدينة مراكش وعرف ابن البناء نسبة لجده اللي كان محترف مهنة البناء. ابن البناء تلقى علوم العصر من اللغة والشريعة والفقه في كل من مراكش وفاس على يد مجموعة من كبار العلماء. في فاس اتعلم ابن البناء علوم الرياضيات على يد معلمه ابن حجلة، وظهر نبوغه من سن صغيرة خالص، فكرس حياته وجهده في تعلم الرياضيات من حساب وجبر وهندسة وغير كده، وأكسب اشتغال ابن البناء بالرياضيات شهرة عظيمة جدا بين المعاصرين بتوعه، فنال حظوة في بلاط دولة بني مرين في فاس، وكان يستدعوه الأمراء لإلقاء دروس الحساب والهندسة والجبر على البلاط. ابن البناء اعتمد على الأرقام الهندية المعروفة بالغبارية والأرقام الأندلسية المعروفة بالعربية. ابن البناء الحقيقة اهتم بقضايا الكسور، ووضع قواعد لجمع مربعات الأعداد ومكعباتها، وحط طريقة لحل معادلات الدرجة الأولى، وعمل تسهيلات للعمليات الحسابية كلها، وأدخل تعديلات على الطريقة المعروفة طريقة الخطأ الواحد، ووضعها في شكل قوانين رياضية. اشتهر بالجوانب التطبيقية في علم الحساب. ابن البناء ترك لنا الحقيقة مؤلفات كتيرة جدا، 82 مؤلف، أغلبها في علم الحساب والرياضيات والهندسة والجبر. أشهر كتاب له كان تلخيص أعمال الحساب، لأن هذا الكتاب بيحتوي على أفكار مبتكرة، وأيضا أدى للناس المعاصرين له طريقة أنهم يتعاملوا مع أغلب العمليات الحسابية. رحم الله ابن البناء، عالم جليل الذي أسهم الكثير في علم الرياضيات.